روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. حديث عظيم في فضل آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخرها. أخبر فيه صلوات ربي وسلامه عليه أن الله تعالى أعطاه هذه الآيتين الكريمتين من كنز تحت العرش، كنز الحق سبحانه وتعالى. وفي هذا معنى من معاني التعظيم الذي لا يمكن أن يخطر على البال حقيقته، وإنما ينظره بعين التعظيم والإجلال. ثم لما أخبر أنهما من الكنوز العظمى التي خص الله بها نبيه الكريم دون باقي الأنبياء، فلا يوجد مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في أي صحف كانت، لفضل هذا النبي الكريم لا بد لهذا الفضل أن يتجلى على أمته، فلذا أمر صلى الله عليه وسلم بتعلم هذه الآيتين وحفظها والمحافظة عليها، فقال: فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم. وثم لما أراد أن يرغبنا في تعليم نسائنا وأبنائنا وبناتنا هاتين الآيتين قال: فإنهما الآيتين صلاة وقرآن ودعاء. صلاة صلة بالله، وقرآن كلام الله، ودعاء مقبول لا يرد حينما يخرج من قلب صادق. عظمة هاتين الآيتين تجعل المؤمن يحرص عليهما في كل وقت. كيف وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ آمن الرسول في ليلة كفتاه الآيتين. قال سيدتنا الشراح: ما معنى كفتاه؟ قالوا: من معاني كفتاه أي كفتاه عن قيام الليل، تكفي. إذا استحضرت هذا المعنى وقرأت في ليلة آمن الرسول إلى آخرها معتقدا أنها تكفيك عن قيام الليل، كافتك عن قيام الليل. فإن قمت الليل مع ذلك فأنت في نور على نور. وقيل معنى كفتاه أي حافظتاه وكفتاه عن كل شر، شر الإنس والجن، فلا يمسه شيطان ولا تصيبه آفة، ويحفظ ليلته تلك ببركة الآيتين من آخر سورة البقرة. فإذا أعطي المرء هذه النعمة وقرأهما بهذه النية، بنية أنهما يكفيانه عن قيام الليل، ونية أنهما يكفيانه عن كل مكروه من مكروه الإنس والجن، كان لزاما على المؤمن متى ذاق هذا الترغيب النبوي أن يجعلهما من ورده اللازم كل ليلة، وقوفا عند التوجيه النبوي الكريم.